إن خلاص أسطول محمد علي انتهى. الحقيقة محمد علي ما كانش راضي باللي حصل. بعد ما خرج من تجربة اليونان وخسر فيها الأسطول المصري في معركة نادرين، كان بيقول لنفسه أنا اللي بنيت الجيش من الصفر، وأنا اللي دفعت الدم والذهب، وفي الآخر بيعاملوني كوالي صغير. وهنا محمد علي قرر يتمرد على السلطان العثماني سنة 1831، وبعت ابنه إبراهيم باشا على الشام. في البداية حاصر مدينة عكا لمدة شهور، لكن في الآخر المدينة وقعت. بعدها إبراهيم اكتسح سوريا وفلسطين زي الإعصار، والذروة كانت في معركة كونيا سنة 1832. تخيل معايا كده جيش عثماني كامل من آلاف الجنود ضد جيش إبراهيم باشا اللي هو صغير نسبيا، لكن الجيش اتدرب كويس ومنظم. وأول أما المعركة بدأت، الجيش العثماني انهار بسرعة لدرجة إن إبراهيم باشا قدر يأسر القائد بتاع الجيش. وهنا السلطان العثماني اضطر يطلب الصلح من محمد علي، وعملوا اتفاقية كوتاهية سنة 1833 اللي اعترفت بسيطرة محمد علي على الشام وإدنا جنب مصر. في الحقيقة السلطان العثماني ما قدرش يستحمل فكرة إن محمد علي بقى دولة جوه الدولة، وقرر يسترد الشام تاني سنة 1839. بس إبراهيم باشا رجع واجه الجيش العثماني تاني في معركة نصيبية، وحقق نصر ساحق خلى السلطنة العثمانية على وشك إن هي تنهار. وهنا أوروبا اتدخلت بقوة، خصوصا إن بريطانيا كانت خايفة إن قوة محمد علي تكبر أكتر من كده، وعملوا تحالف مع الدولة العثمانية علشان يضغطوا على محمد علي سياسيا واقتصاديا. بس في الآخر محمد علي اضطر إن هو ينسحب ورجع من دير الشام، وعملوا معاه معاهدة لندن سنة 1840 اللي نصت على إنه ينسحب من الشام ويحتفظ بمصر تكون ليه وولاده من بعده، زائد إن هو يقلل جيشه وأسطوله. محمد علي اضطر يوافق على المعاهدة دي، وهنا انتهت ذروة صعوده وحلم الإمبراطورية بتاعته. وسط كل الحروب دي كان في نجم صاعد اللي هو إبراهيم باشا، من الجزيرة العربية للشام لليونان، هو اللي كان شايل الحملات على كتافه، وهو السبب في اللي أبوه وصل له. بس للأسف مات بعد حكم المصري بسنة واحدة سنة 1848، ومحمد علي مات بعديه بسنة سنة 1849. في النهاية محمد علي باشا طلع من يتيم في مدينة صغيرة لقائد بيهز عروش دول. راجل أسس جيش حديث وإصلاحات كبيرة أوي في البلد، بس برضه في وقته الفلاحين كانوا مطحونين في الجو. والسؤال اللي بيتسأل على طول، هل كان محمد علي بيبني مصر عشان نفسه ولا عشان المصريين؟ ولو كان كمل سيطرته على الشام والأناضول، هل كنا هنشوف إمبراطورية مصرية بتنافس أوروبا؟ وبكده نكون وصلنا لآخر الحلقة. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتضغط لايك لو الفيديو عجبك. سلام.